سريعا كده كنا في حاجه واخدينها في اعدادي اللي هو حل المعادلات من الدرجه الاولى. انا عايز ايه في حل المعادلات من الدرجه الاولى؟ انا عايز احل معادله فيها مجهول واحد، ومعادلات بتبقى فيها مجهولين، ومعادلات بتبقى فيها ثلاث مجاهيل. كل واحده فيهم انا بتعامل ازاي؟ تخيلوا كده دلوقتي لو انا قلت لكم مثلا اكس انا هشيل منها 5 هتساوي لي صفر، حاجه انا هشيل منها 5 هتساوي لي صفر، يا ترى الاكس دي كانت بكام؟ طبعا كله هيقول انها بخمسه، لان 5 هشيل منها 5 تديني صفر، ما فيهاش حاجه، صح؟ طيب هو عقلنا بشكل اه. يعني لا واعي عمل ايه علشان يقول ان الاكس دي بتساوي صفر؟ قال لك والله بشكل لا واعي جاب لك الخمسه دي بعكس عملياتها الحسابيه اللي موجوده جوه، جابها لك بره. يعني ايه؟ يعني الاكس دي المفروض هتساوي على طول، شلت دي اهي وحطيتها بره بالموجب، يبقى بتساوي موجب 5 على طول. يبقى اذا كده المجهول في النهايه، المجهول هيساوي المعلوم، يبقى الاكس هتساوي الايه؟ هتساوي الخمسه. خلاص؟ طيب لو قلت مثلا حاجه شبه كده، نقول اكس اشيل منها مثلا 10 اقسمها كلها على الخمسه، ونقول هنزود 10 بتساوي 20، معادله ارتجاليه كده. طيب انا عايز احل الاكس دي، احلها ازاي؟ لازم اطلع كل الحاجات اللي معايا دي بعكس عملياتها الحسابيه بره، بس هنبدا بالاقل ارتباطا بالمجهول. المعادله اللي قدامكم دي اقل واحده ارتباطا بالمجهول هتكون ال10 دي، يبقى ال10 دي انا هبدا بيها اطلعها بره بعكس الاشاره، فتبقى معايا ال20 دي اشيل منها ال10 تبقى في الاخر كام؟ هيتبقى ال10. ال20 دي جبت لها 10 هنا بالسالب، يبقى 20 ناقص ال10 هيتبقى الايه؟ هيتبقى ال10. مين فيهم اقل ارتباطا بالمجهول فيهم؟ هتلاقي مين؟ هتلاقي الخمسه دي، فالخمسه دي اللي هبدا بيها، يعني أو ليها الاولويه عن ال10، فانا اطلعها بره. طيب هي جوه كانت بالقسمه، يبقى بره لازم تكون بالايه؟ بالضرب. خلاص؟ هي جوه كانت بالقسمه يبقى اطلعها بره بالضرب. يبقى اذا 10 في 5 يعني 50، وبعدين اطلع ال10 دي بعكس الاشاره، ما تبقاش اللي هي كده. اذا المجهول هيساوي مين في الاخر؟ المعلوم اللي هو بالنسبه لي 5 في 10 ب ايوه. 50 ناقص زائد ال10 تبقى 60. خلاص؟ فاذا المعادله في الاخر تديني ال 60 المجهول اللي معايا. طيب ده بالنسبه لحل معادله من الدرجه الايه؟ من الدرجه الاولى فيها مجهول واحد بس. الكلام اللي انا شرحته ده كله ده اسمه الطريقه الجبريه. في طريقه بقى بتجيبها لنا في الاله الحاسبه تبقى اسرع بكتير وتسهل علينا الموقف يعني. طيب الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها طريقه السولف. خلاص؟ طريقه الايه؟ السولف. كل اللي عليا في الاله الحاسبه ان انا ادخل المعادله دي زي ما هي بالظبط على الشاشه، زي ما هي بالظبط. يعني اللي يساوي دي ادخلها على الشاشه، والمجهول اللي معايا ده طبعا مش لازم يكون اكس، يعني ممكن يكون اي، يعني زد واي ايا كان. خلاص؟ فبالنسبه لي مجهول برضه في النهايه، فالاكس دي بالنسبه لي في الاله الحاسبه لازم برضه ادخلها على الشاشه. هندخلها ازاي؟ طيب اولا كده في عندي بسط ومقام. الاكس دي بالنسبه لي مجهول بيتقري دايما اكس على الاله الحاسبه، مش عشان انا كاتب هنا اكس، ها؟ مش عشان انا كاتب هنا اكس فانا اكتب هنا اكس، هي الاكس اللي موجوده في الاله الحاسبه هي كده كده معناها مجهول. فانا معايا في كيرشوف مثلا في تيار اي واحد او اي 2 او ايا كان التيار، فالتيار بالنسبه لي هي ده، هو ده الاكس. خلاص؟ دخلته على الاله الحاسبه على انه ايه؟ اكس. طيب اكس هنشيل منها ال10 وبعدين نقسمها كلها على الخمسة، وفي الآخر هنزود عليها 10، وبعدين هقول يساوي الايه؟ ال20. خلاص؟ طيب أنا في البداية أصلا من البداية خالص أنا دخلت الإكس دي إزاي؟ الإكس دي عبارة عن ألفا القوس المقفول، ألفا قوس مقفول. لو أنتوا ركزتوا فوق القوس المقفول هتلاقوا فيه إكس باللون الأحمر اللي هو باللون بتاع ألفا. طيب اليساوي ده أدخلها إزاي؟ هدخلها برضو ألفا كالك، فوق الكالك في إيه؟ في يساوي باللون بتاع ألفا. خلاص؟ اللي هو اللون الأحمر، يبقى نقول ألفا إيه؟ يساوي في الاخر ال20. خلاص؟ طيب قبل ما نستعجل بقى وندوس على اليساوي اللي هي اللي تحت خالص دي، خلاص؟ قبل ما ندوس على اليساوي اللي تحت خالص دي هيديكي ايرور على طول. ليه؟ لان الاله الحاسبه كده مش عارفه انت بتحلي ايه اصلا، تمام؟ فلازم ندخل لها المفتاح بتاع السولف. مفتاح السولف هتلاقيه شيفت كالك على طول، فوق الكالك في كلمه سولف كده هنا باللون بتاع شيفت، فهنقول شيفت كالك. بص الشاشه بتقول ايه؟ انت عايز يعني تحل اكس؟ هقول له طبعا يساوي. خلاص؟ هتطلع معايا في الاخر بكام؟ ال60 اللي احنا كنا جايبينها قبل كده. دي طريقه سريعه جدا على الاله الحاسبه. خلاص؟ طيب عايزين نحل بقى المجهولين، هنحلها ازاي؟ نحط اي معادلتين كده سريعا، نقول مثلا اكس هنشيل منها واي بتساوي 5. المعادله اللي قدامكم دي لو انا قلت لكم مثلا الاكس ناقص الواي بتساوي 5، خلاص؟ يا ترى الاكس هتكون بتساوي كام مم. والواي بتساوي كام؟ انا بس نسهلها شويه خليها سهله. لو قلت لكم اكس ناقص الواي بتساوي صفر، يا ترى الاكس بكام والواي بكام؟ اكيد دي خمسة ودي خمسة او دي ثلاثة. ايوه ايوه الرقمين ايوه. هيكونوا زي بعض. المهم في الاخر هيكونوا زي بعض، صح؟ اي حاجة بقى زي بعض. طيب انا هنا مم. كده ما حددتش برضو هي اكس بكام لوحدها وواي بكام لوحدها. يعني ما اقدرش اقول مثلا، ما اقدرش اجزم ان الاكس برقم معين، ما اقدرش اجزم ان الواي بنفس الرقم او رقم معين، صح؟ فهنا قال مم. لك علشان مم. معانا مجهولين فده ما ينفعش، لازم تتحل المجهولين دول بمعادلتين على الاقل، لازم معادلتين. خلاص؟ عكس المجهول واحد. في المجهول الواحد كنا بنحلها بمعادله واحده تكفي، صح ولا ايه؟ معادله واحده ايه كانت بتكفي.
لكن في المجهولين لازم يكون معايا معادلتين خلاص يسندوا بعض. طيب فنقول اكس مثلا ناقص الواي بتساوي صفر، ونزود واحده كده من عندنا نقول مثلا 5 اكس زائد 10 واي بتساوي مثلا 5. هنا بقى تتحل عادي في طريقه جبريه، خلاص ما توجعوش دماغكم بيها، احنا هنحلها بالطريقه بتاعت الاله الحاسبه. هنحلها ازاي؟ هنجيب الاله بتاعتنا، هندوس على السيت اب او المود خلاص، وندور على كلمه equation اللي هي رقم 5 عندي. خلاص في الالات القديمه هتلاقي رقم 3. طيب لما ادوس على رقم 5 هيظهر لي ايه؟ بصوا الاشكال اللي قدامكم دي انتوا حاسين ان هي خوارزميات وحاجات غريبه كده، ولا غريبه ولا اي حاجه خالص. بصوا على رقم واحد، هو بيقول لك اكس خلاص، يعني سيبك من اللي قبل اكس، عندك اكس زائد الواي خلاص بتساوي سي، اكس زائد الواي بتساوي سي. طب ايه هو الاي بي سي؟ طبعا الاكس والواي ده بتاع المجاهيل. ايه هو الاي والبي والسي؟ ده معامل اكس اللي هو ايه، والبي معامل واي اللي هو البي خلاص، والسي ده الحد المطلق اللي هو مش مرتبط باي مجاهيل خلاص، ده دايما بيبقى بره اليساوي. لازم تكون بالصيغه دي، تمام؟ ركز الله يكرمك، لازم تكون بالصيغه دي علشان لما نيجي نشتغل في كيرشوف معظمنا بيطلع المعادلات صح وفي الاخر مش عارف يتحرك يمين ولا شمال. ليه؟ علشان هو مش عارف يتصرف ازاي اصلا، تمام؟ علشان ندخلها على الاله الحاسبه لازم تكون بالصيغه دي. يبقى المجاهيل المعاملات بتاعتهم في طرف، والحدود المطلقه خلاص او الحاجات اللي هي مش مرتبطه باي مجهول بتبقى في الطرف الثاني اللي هو بره اليساوي. طيب ادوس كده على واحد، دي اللي انا عايزها طبعا، اكس وواي هي دي المجهولين. هيظهر لي ايه؟ جدول في صفين، واحد اتنين، واعمده، ثلاث اعمده بالظبط، الاي والبي والسي. ما ننساش الاي هي معاملات المجهول الاول اللي هو اكس، والبي معاملات المجهول الثاني اللي هو واي، والسي اللي هو الحد المطلق اللي دايما لازم يكون بعد اليساوي. خلاص. طيب الشكل اللي قدامنا ده، المعادلتين دول ادخلهم ازاي؟ طبعا الواحد ما بيتكتبش، فدي جنبها واحد المفروض، ودي يعتبر كده سالب واحد خلاص، وبره يساوي اللي هي الصفر. وخمسة ده المعامل بتاع مين؟ بتاع اكس المعادلة الثانية. والعشرة موجب 10 ده معامل واي للمعادلة الثانية. والخمسة ده الحد المطلق اللي دايما بعد اليساوي، علشان لو حطيته لك مثلا بالشكل ده سالب 5 بيساوي صفر، لازم دي تطلع بره لأنها مش مرتبطة بحد. خلاص تطلع بره بعكس الإشارة، تبقى إيه؟ هتبقى موجب 5. جميل. هندخلها إزاي بقى؟ واحد يساوي سالب واحد يساوي، خلاص فهمت أنا عملت إيه؟ واحد يساوي ده المجهول، ده المعامل بتاع إكس، سالب واحد ده المعامل بتاع واي اللي هو بي بالنسبة لي، تمام؟ ده بالنسبة لي الإيه وده بالنسبة لي الإيه؟ البي. وبعدين هنقول إيه؟ هنقول صفر يساوي، هتنزل لوحدها تحت خلاص، محدش يلعب في الحتة دي خالص، هي بتتنقل لوحدها. هنقول 5 يساوي 5 اللي معانا، وبعدين هنقول 10 في الموجب يساوي، وفي الآخر الموجب 5 اللي طلعناها اللي كانت جوه يعني سالب 5 طلعناها الموجب 5 بره علشان حد مطلق، نقول إيه؟ يساوي. هنقول يساوي تاني هيطلع لي قيمة المجهول الأول اللي هو إكس خلاص. الإكس بتساوي معايا قد إيه؟ تلت. هندوس يساوي تالت هتديني واي المجهول الثاني بتساوي إيه؟ برضه بتساوي تلت. خلاص عرفنا بنحل المعادلات اللي فيها مجهولين ازاي. طيب احنا قلنا دلوقتي لما يكون في مجهول واحد بنحلها بمعادله واحده، لما يكون في مجهولين بنحلها بمعادلتين، بديهيا لما يكون معايا ثلاث مجاهيل هعمل فيه ايه؟ هحلها بثلاث معادلات. بالظبط ثلاث ايه؟ ثلاث معادلات. حلو الكلام. طيب حط اي ثلاث معادلات كده من دماغي ارتجاليا ونشوف هنحلها ازاي. طيب انا معايا ثلاث معادلات اللي قدامكم دول، المفروض احلها ازاي؟ طبعا سيبكم من الطريقه الجبريه، هنجيب الاله الحاسبه وندوس برضو على المود ونجيب الايكويشن رقم 5. هنبص كده على رقم 2. رقم 2 سيبكم من الاي والان، سيبكم من البي والان، سيبكم من السي والان خلاص، والدي والان نفس الكلام. فانا مش معايا الا ايه؟ اكس واي زد. كل واحده فيهم دي تمثل مجهول بالنسبه لي، يبقى انا كده في المعادله دي في الصيغه دي فيها كام مجهول؟ الثلاثه خلاص، اللي هم الاكس والواي والزد. طيب الاي هو معامل اكس، والبي هو معامل واي، والسي هي معامل زد. خلاص معامل يعني الحاجه اللي مضروبه فيها، تمام؟ يعني زي الحاله دي كده مثلا عندي 5 اكس، فدي الخمسه دي بالنسبه لي هي معامل اكس خلاص، اللي هتكون بتمثل بالنسبه لي مين؟ بتمثل بالنسبه لي ايه. جميل. طيب ايه هي الانهات اللي موجوده دي؟ ده مش اكتر يعني دلاله بس على ان في اكتر من معادله هنستخدمها، يعني مش معادله واحده. طيب هندوس بس على اتنين، هيظهر لي المره دي بقى، شايفين الجدول اللي كان ظاهر هنا المجهولين؟ هنزود عليه صف ونزود عليه عمود، يعني هيبقى بدل ما كان صفين هيبقى ثلاث صفوف، ولما كان هناك عمودي ثلاث اعمده هيبقى اربع اعمده. خلاص الاربع اعمده اللي هم معامل اكس ومعامل واي ومعامل زد. خلاص وفي الاخر كده في حاجه اسمها الدي اللي هي الحد المطلق بالنسبه لي. خلاص الحد المطلق يعني مش مرتبط باي مجاهيل، ودايما بتبقى لازم تبقى بعد اليساوي. هندخلها ازاي بقى؟ نركز الله يكرمكم، الثلاث معادلات اللي معاكم دي فيها شويه لخبطه. انا عندي الترتيب بتاعي الصحيح اكس واي زد، احنا هنثبت المعادله الاولى دي اكس واي زد.
لازم المعادلتين التانيين تكون بنفس الترتيب اللي انا هدخله بتاع المعادله الاولى. فاهمين حاجه؟ يعني الاكس، خدوا بالكم عشان الحاجات دي بتقف مع الطالب في كيرشوف. طيب انا مثلا بدات باكس في المعادله الاولى، وبعدين هاخد واي، وبعدين هاخد زد، وبعدين لحد المطلق تحت لازم ابدا باكس، وبعدين اجيب واي، وبعدين اجيب ايه؟ اجيب زد، وبعدين الحد المطلق. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يبقى الخمسه يساوي، خلاص بنكتب المعامل ونقول يساوي للادخال، وبعدين 10 يساوي، تمام، وبعدين سالب 8 يساوي، وبعدين الزيرو يساوي، هينزل تحت الواحد. زي ما بدأت فوق بإكس اللي هو A، وخد بالك العمود ده كله بتاع A، يعني أنا عايز العمود بتاع إكس، عشان أنا اعتبرت كده إن الخمسة دي A. فين هنا إكس؟ مفيش. طالما مفيش يبقى بصفر، طالما مفيش يبقى إيه؟ يبقى بصفر. طيب ده بالنسبة لإكس. تاني حاجة كنا عايزين واي. فين واي هنا؟ أهي المعامل بتاع واي اللي هي بالنسبة لي B، هتبقى 10. هنقول 10 يساوي، وبعدين الزد اللي هي بكام؟ ب 8، تمام. وبعدين في الاخر خالص اللي هو الدي لحد الحد المطلق اللي هو عباره عن بالنسبه لي هنا 5، هنقول يساوي، تنزل لوحدها تحت. طيب دي مش مترتبه برضه، لازم ابدا باكس وبعدين واي وبعدين زد، فاقول 5 يساوي، جميل، وبعدين سالب 8 يساوي، وبعدين ال10 يساوي بتاعت الزد، وبعدين ال10 الثانيه اللي هي بتاعت الدي اللي هي بعد اليساوي لحد المطلق. خلاص. وخدوا بالكم الحدود المطلقه دي لو موجوده جوه، صادف ان هي موجوده جوه، لازم نطلعها بره بعكس الاشاره. طيب هيبقى 10 يساوي، هندوس يساوي تاني، هيطلع لي قيمه الاكس بكذا وقيمه الواي. خدوا بالكم الترتيب اللي طالع ده اللي هو اكس واي زد ده بنفس الترتيب اللي انا دخلته جوه. خلاص، الله يكرمكم، محدش يبدل الترتيبات جوه، هيطلع كلها ارقام غلط، وده اللي بيوقع الطالب طبعا في كرش. واي 5 على 162 هنقول يساوي المره الاخيره اللي هي زد بيساوي الرقم. خلاص. طيب في حاجه انا دخلتها غلط عايز اعدلها، هندوس يساوي مره كمان، بس هرجع لنا الجدول تاني. حاجه صعبه؟